خلفة الله على حد، لا خلفة الله على حد. انا عراق، انا اعلم الكل، لا خلفة الله على حد. استاذ ناصر بفلوسي. بس اتركها. احنا اليوم طلعنا مظاهرات، وقبلها طلعنا مظاهرات، وبالمستقبل نطلع تظاهرات. حتى اختم الموضوع بهاي الجزئية فقط. هذه الارض اللي انطينا عليها شهداء ودماء لا يمكن ان نتخلى عنها، واذا الحكومة العراقية يعني ساومت على هذا الموضوع، لا والله نحضر الباصات مالتنا ونروح لهاي الارض اللي هي تابعه لنا مو لغيرنا. حتى اعطيك اياها من هاي شلون كلامه؟ طبعا تهديد؟ لا ارضنا، انا ما جاي اهدد الدوله، انا ما جاي اهدد الدوله، انا هاي ارضي، انا هاي ارضي ما اريد انطيها. على شنو انا انطيت دماء عليها؟ زين. انا دافع اكثر من 25 مليون دولار عليها. زين. انا رافع الالغام عليها، بالتالي يجيني شخص على الحاضر لا ما انطيها مستحيل. اذا الحكومه ساومت على هذا الموضوع اكو شعب. وين تروح اكو ناس. وين تروح لهم؟ وين تروح؟ انا ما لي علاقه بالجانب الكويتي، انا هاي ارضي، انا رايح الارضي. بس لا لحد لا بس لا حاسبين انه هاي ارض ارضي. دكتور هاي الحكومه باعت قاعي، باعت ارضي، ما عول عليها ابد. ما عول على حكومه يعني تدعي بحمايه الارض والعرض وهي جاي تبيع الاراضي العراقيه. انا اعول على هاي الحكومه؟ زين. حكومه ما منتخبه الى الان. طينا مجال على حساب اراضينا. السلام على حساب العقوبات اللي صارت علينا يا دكتور. اي سلام تتكلم لي بيه في دول عينك؟ اي سلام؟ بس دفتم السلام اللي جاي تتكلمني عليه على حسابي، على حساب الدماء اللي انطيتها لاجل خور عبد الله. ماشي استاذ ناصر، على حسابي لاجل الديون اللي دفعتها. يا دكتور طينا مجال استاذ ناصر. دكتور الدوله بس الكويت فقط ما تنازلت، كلها تنازلت. اذا تقولون احنا نتعامل مع العراق بعد 2003 فخلص انسوا موضوع 2003، حالكم حال الدول البقيه اللي تنازلت. زين الى اليوم واحنا سنه 2025 شهر الثامن وانت جاي تطالب بدوله تقول عليها شقيقه، جاي تقول انا هاي ارض الا اريد. ماشي اريد ماشي بخلي اسمع دكتور. انا جاي اقول لك انت بكان ما توقف وياي يا دكتور، انت بكان ما توقف وياي. انا من ال90 علي حصار ومن ال80 علي حرب، وصار الاحتلال عام 2003 وصار حرب الطائفيه وصار حرب داعش. انت بكان ما توقف وياي، تجي تستغل وضعي الداخلي ودائما تساوم المالكي اللي انتم ما تعترفون به. هسه صار السيد المالكي وصار حاليا هو اللي ابو الاتفاقيه. الاتفاقيه صارت كلها على عقوبات، على عقوبات صارت الاتفاقيه يا دكتور يا حبيبي. باتفاقيه فين؟ ايش يقول؟ يقول اذا اكو شبهات باي صفقه على دولتين، باي صفقه شبهات سواء مباشره او غير مباشره تلغى، فانها تلغى وباطله. زين. مدونين من الكويت وانت تعرفهم وناس محاميين يطلعون ويكتبون على العراق جار السوء وجاي يطعنون بالمرأة العراقية وكل هذا. اعطيني موقف اعطيني موقف اذا تقولون احنا جارة عربية وانت لا مو هيك. اذا تقولون العراق دولة عربية خلينا نفتهم. اكو يعني اكو اغراءات صارت. ذولا ما حابيكم ترى، حابين الجنط اللي انطوها للاسف، وهذا على لسان نائب ووزير عراقي اسبق. نعم. وهاي معروفة، فلا حد يزيف الحقائق وما حد حابكم ترى. زين. انا تربطني علاقه مع الشعب الكويتي ودائما ما اقول الشعب الكويتي شعب شقيق وحبيب 20 30 سنه هم راح تطلعوا لنا سالفه جديده على العراق. انا عندي تساؤل لك دكتور. في عام 1986 ايران احتلت خور عبد الله واحتلت الفاو. في عام 1986 وطولت سنتين. اريد اسالك سؤال، هل الجانب الكويتي ام الجانب العراقي انطى دماء لاجل هذه الارض؟ سؤال جدا بسيط واعتقد الجواب مالته جدا مبسط راح يكون. السؤال الثاني، من رفع الالغام اللي كانت في هذه الارض؟ هل الجانب العراقي ام الجانب الكويتي؟ منذ عشرات السنين والى عام 2005 زين. يا دكتور، من اللي دفع اكثر من 25 مليون دولار لترميم وحفر الارض والى اخره من هذا الترميم اللي صار على خور عبد الله؟ هل الجانب الكويتي ام الجانب العراقي؟